السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسلام. اللي لسه أول مرة يشوف قناتي، أنا حنان عبد الغني من مصر. بقدم أكلات وحلويات وحاجات كتير إن شاء الله تعجبكم. كمان بشارككم مناسباتي الحلوة يا أجمل متابعين، وأي حاجة أنا بستفاد منها بعمل بيها فيديو على طول عشان انتوا كمان تستفادوا. احنا هنعمل النهارده بقى كده نجهز لشهر رمضان الكريم كنافة تحفة كده زي العسل. طعمها جميل جدا جدا، هتشرفك في اي مجال عزومات. بتعمليها في رمضان، طعمها حلو، طعمها خفيف وحلوة جدا جدا. عشان خاطر احنا بنبقى صايمين ومش عايزين حاجات تقيلة، فدي من الحاجات الجميلة الخفيفة اللي سكرها كده مناسب وهتعجبك جدا جدا. بتقدميها بقى كده في كاسات، في اطباق الخشاف. تقدري تقدميها بالشكل اللي انت تحبي. تقدري تحطي كمان الفواكه اللي انت بتحبيها وبتفضليها. تحطي موز، تحطي مانجا او المتاح والموجود عندك. لو مفيش فاكهه ممكن تحطي مكسرات. اول حاجه انا جبت الكنافه وبيتها في الفريزر عندي، طلعتها كده وفرفتها بالشكل ده. او ممكن كمان تستخدمي الكبه في ان انت تفرمي الكنافه فرم صغير جدا عشان تديكي نتيجه حلوه جدا، وكمان هتساعدك وانت بتقلبي. الكبة بتدي فرم ممتاز. تمام، بنحط كده الكنافة على الزبدة، ومعاهم لكل ربع كيلو معلقتين كبار سكر بودرة. تمام، لكل ربع كيلو كنافة معلقتين كبار سكر بودرة ونص كوباية زبدة. أظن الكلام واضح، أو سمنة الموجود والمتاح عندك. تمام، سمنة أو زبدة. تمام، يبقى نص كوباية سمنة أو زبدة، وربع كيلو كنافة، ومعلقتين سكر بودرة، وننزل بيهم كده تقليب بقى مستمر. تقليب مستمر لحد بص زي الشعرية كده، لحد ما تدينا لون موحد كده بالشكل ده. او لو في حاجة كمان كده كتل ولا حاجة بظهر المعلقة كده وتفرديها. تمام، خلصنا كده الكنافة بتاعتنا، حمرناها. كوباية كريم شانتيه على كوباية لبن مثلج على معلقتين سكر بودرة. تمام، السكر بقى ده، دي الحتة دي بتاعتك انت. تقدري بقى انت تدوقي السكر. ممكن تكونوا بتحبوا الحاجة مسكرة قوي، هتزودي السكر. بس هو المظبوط اللي بقول لكم عليه. معلقتين كبار سكر بودرة على كوباية كريم شانتيه خام على كوباية لبن مثلج. الكاسات بتاعتنا بقى هي جاهزة. بحط كريم شانتيه في القاع الكاس تحت، وبعد كده بنحط الكنافة وزي ما انتم شايفين. والأفضل طبعا، أنا كنت الأول بعملها بالمعلقة، الأفضل كيس حلواني أو كيس تلاجة. كيس حلواني أو كيس تلاجة هيسهلوا عليكي الموضوع أكتر. تمام، هو أي كيس عادي يعني. احنا محتاجين بس ايه، حتى مش يعني مش التزيين، احنا مش محتاجينها للتزيين. احنا هنحط عليها صوص شوكولاته وصوص كراميل، مش هيبين النقشه بتاعه الكريم شانتيه. يعني بكيس تلاجة عادي تقدري تعملي اللي احنا بنعمله ده. تمام، عشان لسه كل الكريم شانتيه دوت ممكن تغطيه بفواكه، تغطيه بصوصات، فمفيش مشكله خالص ان احنا نحطوه بكيس تلاجة. حطينا كده تحت كريم شانتيه، وفي النص كنافه، وبعدين طبقه كريم شانتيه تاني، وبعدين طبقه كنافه بالشكل الجميل ده. تقدروا تحطوا في النص طبقة شوكولاتة وفواكه. تقدروا يعني تعملوا كذا شكل للكنافة. انت المهم ممكن تجيبي كمية كنافة 3 كيلو 2 كيلو، تحمريهم وتشيليهم في علبة بتغطيها كويس. هتوفر عليكي الوقت، وهتبقى معاكي لآخر رمضان وطعمها مقرمش وطعمها جميل جدا جدا. انت ممكن كده تفتحوا العلبة وتاكلوها من جمالها. هتاكلوها كده متحمرة، بس طعمها في منتهى الجمال. خلاص كده خلصنا الطبقة الأولى والتانية والتالتة. كمان هنحط بقى كريم شانتيه على الوش. زي ما قلت لكم، لو ما عندناش كيس الحلواني بكيس تلاجة عادي تقدري تعملي كده كريم شانتيه، احنا بس بنحطوه على الوش. تمام، حطي فواكه بقى، املي الكاس بتاعك فواكه زي ما تحبي، الحاجة المفضلة ليكم. كمية الكريم شانتيه كده جميلة جدا جدا برضو مع كمية الكنافة. يعني مش عايزين يبقى في توازن، مش عايزين كنافة كتير ومفيش كريمة، ومش عايزين كريمة كتير ومفيش كنافة. كده حلو قوي ومناسب قوي انك تعملي طبقة كريمة وطبقة كنافة. بيبقى جميل جدا، اللي ياكل الكاس لحد الاخر هيحس بطعم الكريمة مع الكنافة اللي هو الكريم شانتيه. عندك مانجا بقى، انا حطيت فراولة والكيوي. ممكن تملي الكاس كله مثلا صوص شوكولاتة وصوص
كراميل بس، ممكن تحطي فواكه بس خلي بالك يعني. صوص الكراميل ده طبعا سهل ومفيش اسهل منه. نحط كوبايه سكر في الطاسه على النار، نسيبوها تكرمل، ننزل بنص معلقه زبده ونقلبها كويس، وبعد كده ننزل بكوبايه لبن صغيره او نص كوبايه لبن من الكوبايه الكبيره، بننزل بيها كده واحده واحده ونقلب بسرعه. ولو الكراميل مش ناعم معاكي عادي خالص، سيبيه يبرد وحطيه في الخلاط او في الكبه واضربيه، هيبقى ناعم معاكي وطعمه في منتهى الجمال. ادي الكاسات بتاعتنا اللي جهزناها، شكلها في منتهى الجمال. اتمنى ان شاء الله تجربوا طريقه الكنافه بالشكل ده، هتعجبكم قوي 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 قوي. وكمان عملتوها في عزومه هتشرفكم جدا. اكتبوا لي رايكم في التعليقات وشاركوا الفيديو عشان اكتر عدد يستفاد من الطريقه والوصفه الجميله دي. كمان لايك وقولوا لي بقى رايكم ايه، هستناه في الكومنتات ان شاء الله. واللي لسه ما عملش اشتراك ينزل بسرعه يعمل لنا اشتراك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم اشعارات بكل فيديو جديد يا اجمل متابعين. كمان هسيب لكم الوصفات رمضان في علامه الاي فوق، تقدروا تضغطوا عليها وتدخلوا تشوفوا اكلات جميله وعزومات لرمضان باذن الله على القناه. اترككم على خير ومع الف سلامه، وانتظرونا فيديوهات تانية كتير. سلسله رمضان بإذن الله هنعمل فيديوهات جميلة كتير بإذن الله، انتظرونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.